يا مساء الفل والجمال على كل حبايبنا اللي منورنا. ركزوا معايا بقى جدا في الكلمتين دول. احنا جايين النهارده علشان في ضرب نار بيحصل. احنا النهارده مش جايين نهزر ولا جايين نقول كلمتين عايمين وخلاص. احنا داخلين في عش الدبابير. رمضان بدأ والمسلسلات هلت علينا والكل عمال يا اما بيطبل يا اما بيذم، بس احنا هنا مسطرتنا مختلفه تماما. عارف الشعور بتاع اول كام يوم كده في رمضان وانت لسه محتار هتتفرج على ايه وتسيب ايه؟ انت خايف انك تضيع وقتك في مسلسل ويطلع فنكوش. اهو انا النهارده جاي علشان احل لك اللغز ده. هنعمل راي كده مبدئي وتشريح كامل لمسلسلات رمضان، بس مش من بعيد لبعيد، لا، احنا هنمسك اول حلقتين 3 من كل مسلسل ونقلب فيهم كده من فوق ومن تحت، وهنشوف بقى مين فيهم اللي دخل الدخله الصح ومين اللي خيش من اول حلقه. معانا في القايمه النهارده 6 مسلسلات هنبدا بيهم: علي كلاي واصحاب الارض والكينج والمداح ورأس الافعى وفن الحرب. بس قبل ما نفتح الصندوق لازم نتفق على قواعد اللعبه، وده علشان نفضل صحاب للاخر. اولا ده راي مبدئي، يعني الحكم على قد اللي شفناه في اول حلقتين 3 بس. وارد مسلسل يبدا زي الصاروخ ويهبط في النص، وارد مسلسل تاني يبدا عادي ويفاجئنا بملحمه، فخلينا كده مرنين مع بعضينا. احنا بنوزن المسلسل بميزان حساس جدا. هنحكم على الايقاع، هل هو سريع يجننا ولا بطيء يزهقنا؟ والكتابه، هل ده كلام بيتقال حقيقي ولا تأليف جرايد؟ وطبعا التمثيل والاخراج برضو معانا. والاهم من كل ده هو وعد المسلسل، هل شدني فعلا اني اكمل ولا قلت يا ريتني ما فتحت التلفزيون؟ ندخل بقى على التقيل، مسلسل علي كلاي. من اول ما تسمع الاسم دماغك بتروح لبعيد، للملاكمه والقوه والعزيمه. المسلسل بيلعب في منطقه الدراما الشعبيه ولكن بشياكه، مش مجرد خناقات ومطاوي، لا، ده صراع على القرش والسلطه والاسم. البطل بتاعنا علي مش بطل من ورق، لا، ده ملاكم سابق، يعني واحد شبعان خبطات في الحلبة. وعايش فين؟ في حلوان، المنطقة اللي ليها طابع خاص، وشغال في قطع غيار السيارات وبيدير دار أيتام. يعني ميكس غريب كده ما بين القوة الجسدية والحنية والمسؤولية. الحلقة الأولى دي بقى كانت عبارة عن قنبلة في وش المشاهد. احنا بنعرف إن علي ده طفل لقيط، يعني بدايته الدنيا كانت صعبة عليه. اللي رباه هو منصور الجوهري وعامله كأنه ابنه أكتر. علي كبر وبقى هو دراع منصور اليمين، واتجوز ميادة وبقى هو اللي شايل الليلة كلها، ماسك الثروة وتوكيلات السيارات. الشرارة بقى ولعت امتى؟ لما واحد اسمه مختار جه يعرض عليه شراكة، وعلي بذكائه رفض. مختار ده باين عليه كده ان هو ما بيسميش شيطان، قام حاول ان هو يقتل منصور الجوهري. وفي عز الزحمة دي علي بيلاقي نفسه قدام اختيار تاني خالص، وهو انه ينقذ واحدة اسمها روح. المسلسل هنا بيحط طوبة في عالم كامل، وبسرعة الصاروخ المؤلف مش عايز يضيع وقت، حطك في قلب الوجع، في قلب الأكشن، في قلب الصراع. الصدمة هنا هدفها ان هي تخليك تمسك في المسلسل من اول دقيقة وتعرف بقى علي هيعمل ايه في اللي غدروا بيه. تفتكروا رفض علي لشراكة مختار كان شجاعة منه ولا تسرع هيلبسه في الحيط وهيضيع منصور؟ في الحلقة التانية الريتم بيهدى شويتين، بنشوف روح اللي علي انقذها بتروح تبات في دار الايتام بتاعته. بس الاهم من ده كله هو الفلاش باك. المسلسل بدأ يرمي لنا طعم عن الماضي وعلاقة منصور بفيروز وحكاية طفل قديم، وازاي الناس عرفت اصلا ان علي ده لقيط. المسلسل هنا بيقولك اوعى تفتكر ان هي قصة انتقام وبس، لا، احنا عندنا الغاز تانية، الغاز نسب واصل. الحكاية فيها سر مدفون، والسر ده لما ينكشف هيقلب كل الموازين. احنا هنا قدام دراما انسانيه معقده جدا، الماضي فيها عامل زي البركان اللي هينفجر في وش الكل. لحد لحظه تصوير الفيديو ده انا لسه ما شفتش الحلقه الثالثه، لكن قدرت كده اكون راي عن اول حلقتين. الدخله قويه جدا، هوك محترم، خلطة القتل والإنقاذ وصراع الفلوس معمولة بحرفية شديدة جدا. وكمان فكرة السر القديم دي بتخلي المشاهد عنده فضول طول الوقت علشان يعرف الحكاية رايحة بينا على فين. الإيقاع سريع بزيادة، وده سلاح ذو حدين. حلو إن هو ما يخليكش تمل، بس أخاف إن هو يهنج مننا في النص أو المشاهد يتوه. مسلسل صحاب الأرض، الوجع اللي بيلمس الروح من جوه. هندخل بقى على منطقة تانية خالص، منطقة الوجع الإنساني. مسلسل صحاب الأرض ده مسلسل مش جاي يضحكنا ولا جاي يورينا أكشن وخناقات، لا، ده جاي يحط إيده على جرح كلنا حاسين بيه. دراما من قلب المعاناة، من قلب الحرب، من قلب القصف والمساعدات. المسلسل ده من أول لقطة فيه بيقولك أنا مش جاي أهزر،
انا جاي انقل لك واقع بيحصل فعلا، واقع كله وجع في قلوبنا كلنا. الحلقه الاولى بتبدا بسلمى، دكتوره مصريه قررت تسيب حياتها المستقره وتسافر مع قافله مساعدات لغزه. هي رايحه علشان تداوي جروح الناس، بس اللي مش عارفاه ان جروحها نفسها هي اللي هتتفتح هناك. في نفس الوقت ده بنشوف ناصر، واحد بيته اتقصف قدام عينيه واخواته ماتوا بين ايديه، في مشهد يقطع القلب. القدر بيجمع ما بين سلمى وناصر، وهي بتحاول تنقذ يوسف ابن اخوه. ناصر هو الامل الوحيد اللي فاضل له في الدنيا. المسلسل هنا بيحطك في قلب الاحداث من اول ثانيه، مفيش مقدمات طويله ولا لف ولا دوران، انت قدام مأساة مباشره. المؤلف هنا بيلعب على مشاعرك انت علشان يخليك تتورط وجدانيا مع الشخصيات، ويحسسك انك مش مجرد مشاهد، لا، انت واقف معاهم في المستشفى وشايف الغبار والقصف بعينيك. وسؤالي ليكم، لو كنت مكان سلمى وعندك فرصة تروح تساعد في مكان خطر زي ده، قلبك هيطوعك تروح ولا الخوف هينتصر عليك؟ في الحلقة التانية بقى الضغط بيزيد. سلمى ما بقتش مجرد دكتورة بتكشف وتمشي، لا، دي بدأت تتورط في حياة الناس هناك، شافت الحكاوي وسمعت الأنين وبقت جزء من يومياتهم تحت القصف. أما ناصر فبدأ يتحول من مجرد ضحية مكسورة لشخص لازم يقف على رجله ويقاوم بس علشان يونس. الطفل ده بقى هو الدافع اللي مخليه يتنفس. هنا بقى بنشوف التحول النفسي للشخصيات. سلمى ما بقتش تتعامل ببرود الدكاترة، دي بقت بتتعامل بقلب الأم والأخت. المسلسل هنا بينجح انه يورينا ان البطولة مش بس بالسلاح، لا، البطولة انك تقدر تكمل حياتك وانت فاقد كل شيء. الحلقة الثالثة بقى بتوصلنا لذروة تانية خالص. الضغط بقى مش بس قصف من بره، لا، ده بقى ضغط قرارات من جوه المستشفى. الدكاترة قدامهم حالات كتير جدا والإمكانيات قليلة جدا. مين بقى اللي هيتعالج الأول؟ مين حالته أصعب؟ مين اللي ممكن يضحي بيه علشان ننقذ غيره؟ مواقف تخلي الحجر ينطق. المسلسل هنا بيلعب على فكرة الأخلاق تحت النار، بيوريك إن لحظات الحرب كل قرار بتاخده بيكون له تمن، وتمن غالي جدا، وده اللي بيخلي المشاهد طول الوقت مشدود ومستني يشوف سلمى وناصر هيعملوا ايه في المأزق ده. الدخول في التفاصيل الإنسانية والوجع من غير تجميل، لو التمثيل فضل بالمستوى ده المسلسل ده هيكون أيقونة الموسم فعلا. أنا عن نفسي أخاف إن مسلسل زي كده ممكن يقلب خطابة أو يبقى تقيل زيادة عن اللزوم، وخصوصا إن المشاهد طالع من يوم صيام وتعب، لازم يوازنوا ما بين الرسالة وبين الدراما اللي تشد. وسؤالي ليكم، هل انت من الناس اللي بتحب تتفرج على النوع ده من الدراما القوية في رمضان علشان تحس بالناس، ولا بتحس ان هي نكد وتقيلة على قلبك في وقت المفروض انه شهر بهجة؟ ندخل بقى على منطقة الأكشن والسسبنس مع مسلسل الكينج. المسلسل ده من اسمه كده باين إنه داخل وبقلب جامد، كيك بوكسنج بقى وجريمة وصفقات مشبوهة وصراع نفوذ. الميزة هنا إن المسلسل ده ما ينيمكش. أول 3 حلقات عبارة عن قطر سريع جدا في الأحداث المتشابكة اللي بتخليك تسأل هو إيه اللي ممكن يحصل تاني. بنتعرف بقى على حمزة من أول حلقة، بطل كيك بوكسنج بيستعد لبطولة العالم، بس الدنيا مش ماشية معاه قوي، بيطرد من شغله اللي عند الحاج بدير. هنا بقى بيجيله الاختبار الأكبر، بيجيله عرض إن هو يبيع الماتش لصالح لاعب تاني تبع واحد تقيل اسمه بدوي الصياد، وده مقابل شنطة فلوس. بس حمزة راجل ورفض يبيع شرفه الرياضي، وفي عز ده بتحصل كارثة، فلوس بدوي الصياد بتتسرق. حمزة هنا بيتم تقديمه كبطل شعبي عنده مبدأ، وده ذكاء من المؤلف علشان يخلينا يعني نتعاطف معاه من الأول. احنا أصلا بنحب البطل اللي يعرف يقول لا في وش الفلوس الحرام حتى لو كان محتاج. وسؤالي ليك بقى، لو انت مكان حمزة ومعكش ولا مليم ومطلوب منك تقع في الجولة التانية وده مقابل شنطة فلوس، هتعمل ايه؟ في الحلقة التانية بقى الدنيا بتولع أكتر. فارس وياقوت شغالين في تجارة الحديد من ورا ظهر الحاج بدير. بدوي الصياد لما فلوسه بتضيع ما بيهزرش، قام خاطف خال حمزة، وده علشان يضغط عليه إنه يرجع الفلوس. ومن ناحية تانية بقى الحاج بدير بيحاول يقرب من زمزم بطريقة قذرة جدا، بس هي بتديله قلم محترم في النهاية بقى صدمة، ياقوت بيضرب نار على فارس وبدير بيشيل التهمة كلها لحمزة. هنا بقى بدأت خيوط الغدر تبان. حمزة بقى محاصر ما بين نارين، نار بدوي اللي خاطف خاله ونار بدير اللي لبسه تهمة قتل. المسلسل هنا بينجح جدا في فكرة تضييق الخناق على البطل. في الحلقة الثالثة بقى حمزة دلوقتي في ورطة ما بيعرفش يطلع منها أبدا. الصياد بيعرض عليه هو وياقوت إن هم يشتغلوا معاه علشان يسددوا الفلوس، وبدير ما بيسكتش وبيعمل فخ لحمزة وبيخليه يتمسك بشنطة مخدرات.
هنا بقى بيظهر لنا جلال بيه بصفقة تانية خالص، هطلعك من قضية المخدرات بس في المقابل تخلصني من بدوي الصياد. وفي وسط ده كله زمزم بتضطر توافق ان هي تتجوز بدير، وده علشان تعالج امها. الحلقة دي هي سوق الصفقات، كل واحد عايز ينهش في حمزة وكل واحد له مصلحة. حمزة هنا بقى أداة في إيد ناس كبار جدا، وده يخلينا نسأل هل هيقدر يقلب الطاولة عليهم كلهم ولا هيقع في الآخر؟ في رأيي إن الإيقاع شديد جدا، مفيش وقت تتنفس، شبكة العلاقات عمالة تكبر وبقت ممتعة للغاية. خايف إن الأحداث الكتير دي تيجي على حساب بناء الشخصية، عايزين نحس بحمزة أكتر مش بس نشوفه وهو بيجري وبيتضرب. وسؤالي ليكم، تفتكروا حمزة هيقدر يكسر المنظومة دي كلها ويطلع سليم ولا المنظومة هي اللي هتفرمه في الآخر؟ مسلسل المداح، صابر في مواجهة المجهول. لما نقول المداح يعني بنقول حمادة هلال والجمهور اللي مستنيه من السنة للسنة. احنا دلوقتي في الجزء السادس والاسم لوحده مرعب، أسطورة النهاية. يعني احنا خلاص داخلين على الخلاصة. الميزة في المداح انه قدر يبني عالم خاص بيه، والمرة دي اللعبة كبرت وبقت دولية. بدأنا بقى نشوف صابر وهو عريان من قدراته، وده اللي يخلي الموسم ده مختلف تماما. الحلقة الأولى بتبدأ بينا في المغرب، صابر المداح هناك علشان مهمة انتحارية وهي إنقاذ تاج، وبينجح فعلا بس الثمن كان غالي جدا. صابر بيفقد قدراته الخارقة وبيرجع لنا بقى إنسان عادي زي وزيك، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحس باللي ورا الستارة ولا أي حاجة. بيرجع مصر عشان يكتشف إن الدنيا اتقلبت في غيابه، بيته محروق وعدت سنة كاملة وهو مش دريان. والصدمة الأكبر لما عم جميل بيقول له إن ابنه علي مات. المؤلف هنا عمل حركة صايعة جدا، إنه بدأ الموسم بصابر وهو ضعيف وفاقد الذاكرة عن كل اللي حصل له في السنة اللي فاتت دي، وهنا بقى بيخلق تعاطف رهيب. إحنا متعودين على صابر إن هو اللي بيحمي الناس، دلوقتي صابر محتاج اللي يحميه. في الحلقة التانية صابر مش قادر يستوعب اللي بيحصل، بيروح لبيت أخوه حسن علشان يحاول يجمع شتات نفسه، وهناك بيصطدم بمفاجآت تانية خالص. في الوقت ده سميح اللي هو فتحي عبد الوهاب مش سايبه في حاله وبيحاول يأذيه بكل الطرق، وصابر في أضعف حالاته. بس فجأة بيظهر شاب غامض اسمه مالك. مالك ده بقى بينقذه وبيقول له جملة مرعبة، بيقول له أنا مأمور ألازمك وأساعدك في رحلتك الجاية. دخول شخصية مالك هنا هي الحبل اللي اترمى لصابر وهو بيغرق. المسلسل هنا بدأ يوزع الأدوار ولكن من جديد، بيعرفنا إن الحرب المرة دي حرب جماعية، مش بس صابر لوحده ضد الجن، لا ده بقى فيه مساعدين كمان. في الحلقة الثالثة بقى سميح ما بيسكتش، بيتسبب في حادثة عربية كبيرة جدا لصابر ومالك علشان يخلص منهم، وبيتنقلوا للمستشفى. هناك صابر بيبدأ رحلة البحث عن الزمردات، وده بمساعدة الدكتور صبحي. ومفاجأة كبيرة بقى في نهاية الحلقة إن صابر بدأ يستعيد ولو جزء من قدراته، بيرجع كده يشوف سميح على حقيقته تاني، وده يخلي سميح نفسه يتخض، يقول لك هو لحق يرجع تاني؟ في رأيي إن السرعة في استعادة القدرات دي حتى ولو جزء منها كان ضروري جدا عشان المسلسل ما يفضلش في منطقة الضعف. الزمردات هنا هي المحرك بتاع الموسم كله، هي الحاجة اللي الكل بيجري وراها. في رأيي إن فكرة فقدان القوة جددت دم المسلسل جدا، ودخول مالك كرفيق رحلة عمل ديناميكية جديدة حلوة جدا. خوفي الوحيد إن قواعد العالم تتغير فجأة، وده علشان يحلوا مشكلة في المسلسل لازم المواجهات يكون ليها ثمن حقيقي، وده اللي بدأنا نشوفه فعلا في حادثة العربية. وسؤالي ليكم يا عيلة المداح، تفتكروا بقى مالك ده فعلا جاي يساعد صابر لله وللوطن ولا هو كمان وراه سر وهيطلع لنا خازوق في نص الطريق؟ رأس الأفعى، نسيب بقى عالم الغيبيات وندخل في الواقع الأمني الخشن. مسلسل رأس الأفعى داخل في منطقة المخابرات ومكافحة الإرهاب. المسلسل باين من عنوانه إن هو بيدور على الراس الكبيرة، الراس الكبيرة اللي بتحرك كل الخيوط. النوع ده من المسلسلات بيعتمد على لعبة القط والفار والذكاء في التخطيط. في الحلقة الأولى بنتعرف على حسن، الشاب اللي لسه منضم حديثا لجهاز الأمن الوطني، وده محامي طبعا، وبيتحط بقى مع مراد اللي هو القديم وشبع عمليات ووجع دماغ. بينضموا لبعض في أول مهمة لمكافحة خلية إرهابية وبينجحوا بذكاء وبسرعة. الحلقة هنا بتوريك إن إحنا قدام فريق متكامل، واحد بيفكر بالخبرة والتاني بينفذ بطاقة الشباب. في الحلقة التانية مراد وحسن بيكملوا شغلهم، وبنشوف بقى كواليس التدريب والتجهيز اللي بتبين لنا قد إيه الموضوع صعب. مراد بيبدأ يوصل لخيط مهم بيوصله لواحد اسمه الدكتور محمود عزت، وهو رايح يقبض عليه أو يقابله حسه الأمني بيشتغل، وبيحس إن في حاجة غلط وإن المكان ده فيه فخ معمول لهم بذكاء. الثنائيه اللي ما بين مراد وحسن اللي هي الخبره والشباب دايما بتنجح،
وقفلة الحلقة التانية بصراحة كانت ممتازة وشدت لنا الأعصاب. في رأيي إن الأعمال اللي شبه ده محتاجة كتابة بمشرط جراح. لو الكلام قلب شعارات كتير المشاهد هيفصل منك. لازم الدراما تكون هي الفعل مش في الكلام. وعايز أعرف بقى منكم، مين فيكم بيحب النوع ده من المسلسلات اللي فيها مطاردات وعمليات سريعة، ولا بتحبوا المسلسلات التحقيقات الهادية اللي بتعتمد على الذكاء المحقق؟ وأخيرا مسلسل فن الحرب، لعبة الانتقام الذكية. وصلنا لآخر مسلسل معانا النهاردة وهو مسلسل فن الحرب. المسلسل ده واخد روح أفلام كده زي هايس أو عمليات النصب الكبيرة. شاب أبوه كان رجل أعمال واتحبس وسابه في الدنيا لوحده، فبيقرر إن هو هينتقم ولكن بفن. المسلسل فيه تشويق اجتماعي عالي جدا من أول دقيقة. في الحلقة الأولى البطل بتاعنا زياد بيبدأ بداية غريبة جدا، بيبتز موظفة بنك بتزور أوراق، بس بنكتشف إن هو مش بيبتزها عشان فلوس، لا ده بيبتزها علشان يضمها لفريقه. بيجمع بقى ما بين تامر وما بين شاب شغال في سيرك. ركزوا في التنوع لأن ده بيكشف لهم الحقيقة المرة. في شركة نصابة دمرت حياتكم وحياتي، وإحنا هنا علشان نرجع حقنا ولكن بالدماغ. الفريق بيوافق وبنشوف زياد وهو بيشرح لكل واحد دوره بالظبط. في رأيي إن فكرة تكوين الفريق دايما بتبقى ممتعة، ودخول خط ياسمين والمساومة من بدري بيخلي كده فيه توتر وسسبنس حقيقي جدا. ولكن نجاح المسلسل ده متوقف على ذكاء الخطة. لو خطة ذكية أكيد هنستمتع. وفي النهاية عايز أعرف منكم مين اللي كسب في الجولة الأولى؟ طيب احنا كده قلبنا في 6 مسلسلات على الماشي وعصرنا اول حلقتين 3 منهم. لو هنقول مين اللي شدنا اكتر كبدايه وتصعيد، انا من رايي هرتبهم كالاتي. اولنا علي كلاي لانه سريع جدا وصراعاته واضحه وصريحه. رقم 2 المداح، وده علشان الجرأة في تغيير حالة البطل. 3 صحاب الأرض، وده علشان القوة الإنسانية اللي بتهز المشاعر. باقي المسلسلات لسه قدامها فرصة كبيرة إن هي تثبت نفسها في الحلقات اللي جاية، خصوصا إننا لسه في مرحلة حلاوة البدايات. دلوقتي الدور عليكم في الكومنتات، إيه المسلسل اللي شايفه ممكن يكون الحصان الأسود في هذا الموسم؟ وإيه المسلسل اللي بدأ كده فنكوش من الأول؟ ولسه عندنا جزء تاني هنناقش فيه مجموعة تانية من المسلسلات. وفي النهاية ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في عالم الدراما في رمضان 2026. وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.